الناس كلها عمالة تتكلم عن فيلم هندي اسمه حياة الماعز، وكتر الكلام عن الفيلم أجبرني إن أنا أتفرج عليه، رغم إن أنا بقالي كتير ما بتفرجش على أفلام هندية. لما اتفرجت على الفيلم ذهلت. إيه كمية الفن ده؟ إيه كمية الكادرات الجديدة؟ إيه كمية التمثيل ده؟ عجبني جدا 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 التمثيل. الفيلم ده يروح على أوسكار وهو مرتاح. فعلا السينما في الهند اتغيرت مش من دلوقتي، من كام فيلم فاتوا، في علامات موجودة. الفيلم باختصار اسمه حياة الماعز، وده عن رواية اتكتبت وحققت نسبة مبيعات عالية جدا في أول طبعة وتاني طبعة وتالت طبعة. عشان كده أسرة الفيلم قررت إني تعمل الرواية دي فيلم. الفيلم انتاج ضخم جدا كعادة الهند. الفيلم بيتكلم عن قصة واقعية وفي بطل للقصة ده عايش لحد دلوقتي. الفيلم باختصار على قد ما اقدر، مع ان مفيش ثانية من الفيلم تتفات. الفيلم باختصار بيتكلم عن واحد هندي في بداية حياته، لسه متجوز جديد ومنتظر بيبي، فقرر ان هو يسافر للسعودية ويشتغل، لدرجة ان هو باع بيته علشان خاطر يقدر يدفع ثمن السفر. وهناك راحوا هو واحد صاحبه عند كفيل، بس الكفيل ما راحش اخده من المطار، وده خلاه يتعرض ان واحد تاني ياخده ويرميه في الصحراء يربي الماعز. وكان بيأسوا عليه، وهو مش الكفيل بتاعه، ولكن اخده ورماه في الصحراء، والصحراء كانت بالنسبة له سجن. عاش مع الماعز. والتفاصيل هنا بتاعت الفيلم ان كان بيتعامل اقل بكتير من معاملة الماعز. يعني هم بيجيبوا مية للماعز، ما كانوش بيدوله هو مية. كان اقل ادمية بكتير قوي. المعاملة كانت صعبة، والصحراء وان انت تتسجن في الصحراء. المهم بيقابل صاحبه وبيحاولوا يهربوا، وهنا بقى رحلة العذاب بتاعة الهروب، ان الصحراء المفتوحة والتعابين وقلة المية، وصديقه وصاحبه بيموت وبيكمل. وكان في واحد معاه من افريقيا هو اللي بيحاول يساعده. الفيلم فيه تفاصيل كتير جدا جدا جدا، لحد اخيرا في اخر الفيلم خالص لما بيلاقي الطريق. حتى الطريق لما بيلاقيه محدش بيوقف له غير راجل سعودي اصيل. وهنا الفيلم بيقول ان في كل بلد فيه الحلو والوحش. وهو الفيلم اصلا مش بيتكلم على فكرة ان انت تشيل من شخص، لا، الفكرة ان هو بيهاجم قانون الكفيل ده لازم يتغير. بدليل الراجل اللي ساعدوه، كان في راجل معدي، راجل عمل مشهد دقيقتين كان رائع جدا. اتكلم عن طيبة العرب وشهامتهم. اخدوا ركبوا عربيته الفارهة ووصلوا واداله مية واهتم بيه لحد ما وصله. المهم اخدوه وسلم نفسه. وهنا بقى تيجي المهانة، ان اترمى في السجن وقعد شهور في السجن، وان بيندهوا اي حد ليه كفيل مثلا وهرب منهم فيروح يستلمه. فتقابل مع الكفيل اللي هو اخده ورماه في الصحراء وقال له انت هربت مني. فبيكتشف وقتها بيقول له اني انت لو كنت على كفالتي انا ما كنت سبتك. وده القانون اللي بيدي للكفيل ان يتعامل مع المكفول بتاعه بطريقة عبودية، ان ممكن يقتله حتى. انت متخيل؟ المهم في الاخر وبعد عذاب بيوصل لبلده بعد مشقة طويلة جدا، وحوالي 3 ساعات من الفيلم انت بتعيش لحظة بلحظة من معاناة نجيب اللي هو بطل الفيلم ده. وبتحس قد ايه ان اللي بيسيب بلده وبيتغرب قد ايه بيعيش ايام صعبة. فكرة الكفيل يا جماعة لازم تتغير. وهنا وانا متأكد ان الفيلم ده هيغير قوانين بلاد كتير جدا. فكرة حكم النفس عن نفس دي حاجة صعبة جدا.
تحس ان الفيلم بيدق ناقوس خطر وبيقول لك قبل ما تسيب بلدك فكر كويس قوي، قبل ما تسيب بلدك اتفرج على الفيلم ده بكل تفاصيله. قبل ما تسيب بلدك لازم تعرف ان المر اللي ربنا بيختاره لنا احسن بكتير من العسل اللي احنا بنختاره لنفسنا. اتعب واشقى في بلدك وتهان في بلدك احسن ما تتهان في بلد غيرك من حد تاني غريب يتحكم فيك ويعيشك في زمن العبودية. لازم تعرف ان ربنا خلقنا احرار، فبلاش تعيش عبد عشان خاطر القرش. بلاش تتغرب وتسيب بلدك. اتعب في بلدك، حتى لو هتموت من الجوع موت من الجوع في بلدك احسن ما تموت الجوع في بلد غيرك. ربنا خلقنا احرار، بلاش تسافر عشان خاطر العبودية، لا للكفير لا للإهانة لا للعبودية. هو ده كان شعار فيلم حياة الماعز، لازم تتفرج عليه.